والسلام عليكم كده، حلقه جديده من مزبوزه كوره تقديم ابو زيزو باذن الله تعجبكم، وحلقه جديده من مزبوزه في الفانتزي. اخيرا بعد توقف دولي ممل نرجع تاني ونعمل حلقه ما قبل الجوله الخامسه. بس استنى بس ما ينفعش نسيب اللي عدى في الجوله الرابعه يعدي كده. هالاند هاتريك وسون هاتريك وزيربي كمان يطلع لنا بلعيب كل جوله محدش يعرفه يجيب هو كمان هاتريك. بس الحمد لله يعني الفيديو اللي فات وكمان بالسمبل بتاعه هل ننتظر اول هاتريك لهالاند، والحمد لله حصل. اتكلمنا برده عن انفجار سون المحتمل قدام بيرنلي الفريق المفضل بتاعه، والحمد لله ده كمان حصل. بس سيبك دلوقتي من سون. ايه يا جدعان اللي هالاند بيعمله ده؟ اصل محدش يقول لي ان اللي بيحصل ده طبيعي. اصل الواد روبوت يعني نازل متسيستم كده. اصل بدايه الموسم اللي فات اول جوله جاب جونين بره ارضه، وتاني جوله كان بلانكو، والجوله اللي بعديها جون، والجوله الرابعه جاب الهاتريك. تسالنيش بقى الجوله الخامسه عمل ايه، عشان يعني مش معقوله. يعني الجوله الخامسه جاب الهاتريك التاني على التوالي. النهارده الفيديو ان شاء الله متقسم ل3 اجزاء. اول جزء هل نعمل وايلد كارد ولا لا، وتاني جزء مين اللعيبه اللي عنينا تكون عليهم، واخر جزء هو جزء الكابتن. مبدئيا كده خلينا نتكلم عن موضوع وايلد كارد. عارف انا في ناس كده ايديها بتكون بتاكلها وعايز اعمل وايلد كارد ومش قادرين ولازم يعملوه. بالنسبه لي عمري ما كنت بحب ان انا استعجل واعمل وايلد كارد بدري، خصوصا ان احنا في اول الموسم ولسه محدش ضامن فورمه اللعيبه، وفي توقف دولي دلوقتي محدش عارف اللعيبه اللي هترجع هل هتكون بنفس الفورمه. في تشامبيونز ليج الاسبوع اللي بعده، وفي بقيه البطولات الاوروبيه، فممكن اصلا في روتيشن يحصل. اكيد الموضوع متوقف وبيختلف من فريق لفريق. افرض مثلا انت فريقك يعني واقع خالص وكمان الدكه مش بتلعب، فما قدامكش حل غير وايلد كارد. انما في رايي لو جت في الاخر على -4 مثلا في جوله في جولتين والدنيا هتتصلح ولا تتظبط معاك، فخلاص يعني ليه نعمل وايلد كارد؟ وبرده في الاخر شوف اللي يريحك. ودلوقتي خلينا نشوف مين عنينا عليه الفتره اللي جايه. خلينا كده نبدا بتشيلسي. تشيلسي برده جدولهم كويس. صحيح تشيلسي الماتش اللي فات يعني ما عملش اداء كويس، وعموما تشيلسي فريق لسه جديد ولعيبه لسه اول مره تلعب مع بعضها ومع مدرب جديد، فطبيعي يكون في تذبذب في المستوى. بس بقى خلي عننا على ريس جيمس اللي ممكن يرجع، وفي كلام كتير اتقال ان هو هيكون جاهز بعد التوقف الدولي. طبعا مع رجوع جيمس في الجدول ده، ولو تشيلسي تألق ممكن يكون شويه نقط كويس. وبعد تشيلسي بقى خلينا نتكلم عن ليفربول الجدول بتاعه بدأ يتحسن، ودلوقتي بقى جدول كويس جدا. طبعا بخلاف صلاح واسامي ليفربول المعروفه، فرأيي ان اللعيب ممكن يكون ديفرنشال هو داروين نونيز الجوله قبل اللي فاتت جاب فيها جونين، والجوله اللي فاتت عمل فيها اسيستين حسب اللعبه، فمتوقع جدا ان هو يتألق، خصوصا ان هو شكله راجع بفورمه عاليه جدا، وفي تناغم كده بينه وبين صلاح عالي جدا. وفي رايي اللعيب التاني هو سبوزولاي المكنه بدات تطلع قماش وتحسه كده رايق في لعبه، فممكن ممكن يجيب جون، ممكن يعمل اسيستات، ممكن يتألق مع ليفربول، خصوصا ان سعره 7 مليون يعتبر كويس بالنسبه لبقيه عناصر ليفربول. بعد ليفربول بقى خلينا نتكلم عن ارسنال. اظن من الخيارات الديفرنشال في ارسنال هو جابرييل جيسوس اللي لسه راجع من الاصابه، والماتش اللي فات جاب جون عالمي، واكيد طبعا هو هيلعب بشكل اساسي الفتره الجايه. فلو لعب بالفورمه دي وجدول ارسنال لحد ما كويس فممكن ينفجر. وغير جيسوس بقى زينشينكو راجع بقى اساسي ومتوقع جدا تألقه. خلينا بقى نتكلم عن نيوكاسل. صحيح نيوكاسل خسر اخر 3 ماتشات وعنده تشامبيونز ليج كمان، فممكن يحصل روتيشن، بس برضه نيوكاسل جدوله مغري، يعني يخليك كده تفكر لازم يبقى عندك عنصر ولا عنصرين منهم. عناصر نيوكاسل معروفه. بالنسبه للهجوم ممكن تجيب ايزاك، هو ده المهاجم الاساسي، ممكن مع روتيشن ويلسون يلعب ويكون الكارد ديفرنشال معاه. وبالنسبه للدفاع ممكن طبعا تربيه وشار. اما بالنسبه بقى للعيب خط وسط فممكن جوردن سعره 5.5 مليون بس برضه جوردن مش مضمون قوي عشان ممكن بارنز يلعب مكانه. وطبعا لعيبه توتنهام مكمله معانا، وموبومو وويسا برضو مكملين معانا. ونيجي بقى لاخر جزء في الفيديو هو جزء الكابتنه. نبدا بجزء كابتنه مضمونه، وفي رايي اسهل ماتش في الجوله دي هو ماتش توتنهام ضد شيفيلد. بحسب توظيف اخر ماتش وصلنا لما لعب مهاجم وكان عنده حريه غير طبيعيه وبفورمه سون، والماتش ده على ارض توتنهام فمتوقع جدا تألق سون. اما بقى بالنسبه لعم الكباتن والرئيس ايرلينج هالاند، فهالاند هيلعب ضد وستهام. طبعا وستهام فريق منظم جدا وفريق بادئ الدوري بشكل كويس. في رايي ده ممكن يكون ماتش صعب، وممكن السيتي يكسب مثلا جونين، يعني ممكن هالاند يجيب جون، بس اتوقع ان هو مش هيبقى انفجار فظيع يعني. وبالنسبه للكابتنه الثانيه ممكن تكون مضمونه بس صعبه شويه عشان اللعيبه دي هتلعب خارج ارضها، فممكن صلاح ستيرلينج وساكا. اما بقى بالنسبه لجزء كابتنه ديفرنشال فممكن تكابتن جوليان الفاريز، ممكن تكابتن جيسوس، ممكن نونيز. وبالنسبه لنيوكاسل فممكن نكابتن ايزاك مثلا، او نكابتن كالوم ويلسون اللي بينزل كل ماتش تقريبا اخر نص ساعه وربع ساعه، بس بيكون حظه جامد، فعشان كده بنقول ان دي كابتنه ديفرنشال. وفي الاخر كنت حابب اختم بنسبه الكلين شيت المتوقعه للفرق الجوله الجايه، وان شاء الله هنبقى نعمل كده كل جوله. كنت حابب برضه اوريكم بعد نهايه اول 4 جولات في الدوري احصائيه بتوضح النقط المتوقعه لكل لعيب. وطبعا
الاحصائيات دي بتوضح احسن لعيبه في الفانتازي في الاربع جولات اللي فاتوا، بتوضح برضو لو في لعيبه كان حظها وحش وكان متوقع انها تجيب نقط عاليه بس للاسف جابوا نقط قليله. وبس دي تكون نهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. مستني رايكم تحت في الكومنتات، هتكابتنوا مين الجوله دي. اهم حاجه بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.